احنا غادي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. دازام الصهيونية إلى أين؟ هذه الصحافة لا تراعي في هذه الأمة إلا ولا ذمة. إلى أين؟ فين غادة بالضبط؟ المسخ الهوية؟ واش بغاو العولمة بمعنى الأمريكا، بغاو التهريب؟ واش ما كاين دين، ما كاين قيم، ما كاين حضارة، ما كاين أمة؟ المدير ديال دازام كيدير الفضائح والفظائع، لا من يكلمه لا من يحاسبه، كيمشيو لتل أبيب كيديروا صور وباسم القناة كأننا ما عندناش موقف، كأننا ماشي أمة. دازام صهيونية بامتياز، اللهم انا ضمنك، لأنها فرنكفونية فرنسية، بغات تعري الأمة، بغات تمسخ الأمة، بغات تزيل مقومات الأمة. الآن هذه البرامج اللي كتتحدى فيها الأمة، هذه البرامج، برامج العري، برامج الفساد، برامج الفتنة، برامج الأمريكا، واش هي كاينة داخل المغرب؟ المغرب الثليث، المغرب العظيم. عطوني انت ورقه، انا خاصني نسول فيها واخا بلاتي. واش هي داخل المغرب؟ راه مغرب، هذا راه أمة، راه تاريخ، راه إسلام. دوزيام صهيونية، ميديا صهيونية، أحداث المغربية صهيونية، اف ام صهيونية. الصحافة التي تماثل هذا وتشابهه كلها صحافة كتخدم أجندة غربية، أحزاب كثيرة صهيونية، مؤسسات ثقافية صهيونية. هذا الكم الهائل كيشكل الدولة العميقة. الدولة العميقة كتعاونها سفارات، كتعاونها دول. نعم عندنا دولة مركزية، كنعرفوا عندنا دولة مركزية، وهذه الدولة المركزية يعني عرفناها قوية، وعرفناها مخترقة، وعرفناها ضاغطة عليهم، ولكن هم سائرون مساعدات. فالدولة المركزية كيخصها باش يوقع تلاحم بينه وبين الشعب بالدولة العميقة، خاص تحصل الثقة، والثقة ديال التعاون، ثقة تحكيم الشرع، إقامة حدود الرب، إغلاق أماكن الفساد، إعطاء الحقوق للناس. هذا الانفصام النكد بين الدولة المركزية وبين الشعب أعطى المجال لهذه الدولة العميقة، دولة الصهيونة، دولة الفتنة، دولة الفساد في الأرض. كتستفز شعب مسلم، تستفز شعبا مسلما غاية الاستفزاز. هذه البرامج الساقطة، البرامج الحقيرة، وخص المزيد من الشكايات، والمزيد من التوقيعات، والمزيد من الأنشطة. يا خطباء الإسلام، يا علماء الأمة، يا أحرار هذا البلد، يا أهل الإخلاص، أولاد الحلال، راه البلاد غدا في واحد المسار صهيوني للخراب. فهذه الشركات مولة من الخارج، مساندة منظمات وأجهزة عالمية، شكلت الدولة العميقة، شكلت اللوبي، وهذا اللوبي كينسق مع لوبيات عالمية. إرادة الشعوب والدولة المركزية يجب أن تستيقظ من غفوتها. احنا عارفين الضغط الشديد، لكن كاين تقصير، وإرادة الشعوب للقضاء على هذه الفتنة. واش دابا الآن غتدخل لنا دوزام العري وسط بناتنا وولادنا؟ واش مابقاش الإنسان يقدر يشرب كاس ديال اتاي مع ولادو مع هذا الجهاز اليهودي الصهيوني؟ أنا قلت على دوزام صهيونية، وقلت على دوزام كتعمل منذ تأسيسها في الظلام بلا رخصة، وقلت على دوزام واخده هنا بعين سبع أرض كبيرة بالقهر دون أداء أجرة. قلت على دوزام تأكل أموال الأمة بالباطل. واش عباد الله تاخذوا فلوسنا وتوريونا الصندقة والإلحاد والهجوم على النبي عليه السلام والهجوم على القرآن الكريم؟ واش شنو زعما هما فوق القانون؟ واش دابا الآن يعني المحاكم، أجهزة الأمن وكذا مغلغلة فيها الدولة العميقة؟ واش هادو ما كيخافوش؟ ما حنا نجيو السكين الحسن مع مروجة، اليوم ثاني مع مروجة،
لا لانه مع دوزان، مع مؤسسه عملاقه صهيونيه كتحميها جهات. الان راه الشعب كله كيرفض دوزام الصهيونيه، دوزام اليهوديه، دوزام الفتنه. اللهم رب السماوات السبع وما اضلل، ورب الاراضين وما اخلل، ورب الرياح وما ذلين، ورب الشياطين وما اضلل. اللهم عليك بهؤلاء الصهاينه، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم انتقم منهم، انهم لا يعجزون قدرتك يا رب يا رب يا رب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله عنا خيرا. كبر الله اكبر. الله اكبر.